ما أصل هذا الحب أو هذا اليوم اللي يسمونه عيد الحب؟ وشنو كلمة فالنتاين اللي الناس اليوم ميتة عليها؟ بل شنو قصة هذا الطفل شبه العاري اللي عنده جناحين، اللي بيده قوس ونبل ونشاب؟ هذا الطفل شنو قصته؟ شنو اسمه؟ وليش ارتبط بعيد الحب؟ هذا كله راح نعرفه اليوم في هذه الحلقة، عشان تعرفون مدى بعد الناس مو بس عن الدين، مو بس عن الأخلاق، حتى عن الواقع. ما يعرفون ايش قاعدين يسوون، يحتفلون بشيء ما يعرفونه. تبون تعرفون القصة الحقيقية لعيد الحب؟ هذه المسكينة اللي حاطة شريطة حمراء، واللي معلقة وردة حمراء، واللي قاعدة تحتفل بهذا اليوم، المسكينة اللي تدرون شنو قصة عيد الحب؟ عيد الحب أصله وثني، يعني حتى ما كان من ديانة سماوية، ديانة وثنية. عند الرومان الأغريق كانوا يعبدون آلهة، مو إله واحد، آلهة كثيرة. وعندهم إله اسمه إله الحب أو إله الخصوبة كما في بعض الكتب التاريخية. إله الحب منتصف فبراير كان تقرب إليه القرابين. ومبروك عليكم اللي قاعدين يشترون ورود ويحتفلون، مبروك عليكم الإله الجديد، إله الحب. حتى قيل أن هذه الصورة، صورة الطفل اللي بجناحين واللي شايل قوس، قيل أنه كان رمزا لإله الحب. هذا اللي معلق الصورة ولا اللي قاعدة تحتفل، احنا نحب ما نحب، لا احنا راح نبين في آخر الحلقة ترى حتى الإنسان الطبيعي يحب، لكن في حب حلال، وفي حب حرام، في حب مشروع، في حب ممنوع، في حب ممدوح، وفي حب مذموم. أما اللي قاعدين يحتفلون بعيد الحب ترى هذا هو أصله. طيب الفالنتاين وين يجي؟ فالنتاين في القرن الثالث الميلادي، أواخر القرن الثالث الميلادي، عند الرومان كانت دولة وثنية، وكان في بعض الكنائس والقديسين أو القسيسين النصارى كانوا موجودين. كلاوديوس هذا كان امبراطور يوناني، منع الزواج في ذلك الوقت. منع الزواج ليش؟ لأن كان عنده أن العزاب أقوى في الحروب، فمنعه من الزواج. وكان هناك قديس اسمه فالنتاين، إن صحت الرواية، قد تكون خرافة أصلا. كان في قديس اسمه فالنتاين كان يعقد للناس سرا في الكنيسة، الاثنين بيتزوجون يعقد لهم. فلما اكتشف هذا الملك أسره وسجنه ثم ذبحه. فلأجل فداء لهذا القديس اللي اسمه فالنتاين، فداء لفالنتاين، شوف ايش قاعد يصير عندنا في السالمية وحولي والجابرية ودول الخليج العربي. مصيبة، أحد دول الخليج العربي سنويا يورد إليها من الورود الحمراء 1.4 مليون دولار، كلها ورود حمراء ما شاء الله. ناس قاعدة تموت، ناس قاعدة تموت من الجوع، والناس قاعدة تموت من نقص الدواء، وهذه الورود حمراء. علشان شنو؟ علشان عيون فالنتاين ولسواد عيون هذا القديس، تضحية له. لا، والقضية وثنية، يعني مرتبطة بإله جديد، بإله آخر. جيلنا ايش قاعد يصير فيه؟ بنات وشباب والله يوم كنا في أعمارهم ما كنا نسمع في شيء اسمه عيد حب، ما كنا نعرف. اليوم الواحد يبي يتخلص من مظاهر عيد الحب، يروح لندن. أروح لندن ما أشوف شيء، ما أشوف ورود، ما أشوف مظاهر أمام الناس. يعني للأسف صار عيد الحب والله قمة المسخرة. وهل تتوقعون مثل بعض الناس قاعد يكتب لي كتابات يا ليتني قريتها عليكم، ليش انتم تمنعون الحب؟ انتم ما تبون حب، وهذا شهر الحب. ما شاء الله عليك، ما تعرف تحب الا في هالشهر. واذا كان الانسان صادق خليه يصرف حبه لزوجته، خلي الزوجه تحب زوجها. هذا اللي قاعدين الان الناس تعاني منه، ان جفاء بين العلاقات الزوجيه. لكن اغلب، يقول احد بياعي الورود اسمه جون، ما هو مسلم، يقول اغلب الرواد مراهقين ومراهقات، مثل ما راح تسمعون بعدين في التقرير اللي بعد الفاصل. يقول واحد يرسل حق 5 بنات، كل واحدة يرسل لها هدية ورود وكأنها الحبيبة الوحيدة في حياته. يقولوا في بعض البنات نفس العنوان ونفس الاسم، أكثر من شاب يرسل لها بوكيه ورد. مسخرة السالفة. وكل واحد يبي يتعرف على بنات قال لي عيد حب، وكل بنت بتتعرف على واحد قالت عيد حب. هذا الأمر عيد الحب يرتبط بعبادة وثنية، إله من دون الله يعبد. اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه، ترى هذه قصة عيد الحب. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شن هذه الأمة ما عندها شغل إلا سكر ورقص وغناء وعلاقات محرمة كأن أمة فاضية، أمة ما عندها هم، ما عندها
أمة ما هي مسلوبة الأراضي والمسجد وغيرها، ما عندها شغل إلا احتفالات ورقص وغناء. تدرون الهند دولة ليست إسلامية. الهندوس في الهند كل سنة يعملون اعتصام لمقاطعة عيد الحب. هندوس يا جماعة، قوميين هندوس. لما يسكرون محلات الورود غصب في الهند. يا جماعة هذول ترى مو أصوليين، ما هم إسلاميين، ترى هندوس. لما سئلوا ليش قالوا هذا يضر الثقافة الهندية. يضر شنو؟ يضر الثقافة الهندية. احنا الدول الخليجية والدول العربية للأسف لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شوفوا جحر الضب اليوم قاعدين يدخلونه. اسمعوا قصة أيضا شابة ثانية للأسف في إحدى بلاد الخليج، دولة خليجية بعد، ودولة خليجية محافظة. في ليلة عيد الحب السنة الماضية كانت في شقة تحتفل مع فتيات وشباب يحتفلون بعيد الحب. فجأة اتصل الناس المارة والجيران بالشرطة، قالوا في حالة انتحار. شلون حالة انتحار؟ فتاة رمت بنفسها من الدور المرتفع، من بلكونة رمت نفسها على الأرض. جو الشرطة والمباحث ومسكوا الموجودين. تعرفون ليش رمت نفسها؟ رمت نفسها لأن كل واحد أعجب بوحدة ومسكينة قعدت ما حد أعجب فيها، خسر الدنيا والآخرة. انتحرت لأنها يمكن كانت جشرة، يمكن كانت ما حد يبيها، يمكن كانت تعيسة، يمكن ما حد عطاها وي، رمت نفسها من أعلى دور وعاش عيد الحب. في بعض البلاد الغربية يصير حالات قتل في عيد الحب. قتل لمن؟ قتل العاشق يقتل نفسه لأجل عشيقته، والعشيقة تقتل نفسها لأجل عشيقها. وكانت يعني بعض الدول الغربية قبل قرون مضت كانوا يحتفلون بعيد الحب. شو يسوون؟ يأتي رجال ونساء يكتب كل واحد اسمه، كل واحدة تكتب اسمها في ورقة ويضعونها في مكان في سلة، وكل واحد من الشباب يأتي ويأخذ هذه الورقة، تطلع له اسم بنت يأخذها خلاص تصير عشيقته، ما يعرفه ولا تعرفه. لكن في عيد الحب يباح كل شيء خلاص، لو ما تعرفه ولا يعرفها تطلع له اسم يأخذها ويفعل معها ما شاء. هذا عيد الحب عندهم. بل إن الكنيسة ورجال الدين المسيحي ثاروا على هذا العيد، ولقرون مضت ما كان في شيء اسمه عيد حب. حتى القرن الثامن عشر والتاسع عشر مرة ثانية أعيد وأحيى ما يسمى بعيد الحب، لكن المقصود منه جنس وفواحش وبذاءة وتمرد على كل دين وعلى كل تقاليد وكل أخلاق